ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين بدخول شهر رمضان علينا يا رب. النهاردة هنعمل حاجات هتوفر معانا وقت ومجهود في شهر رمضان. هنعمل من التفريزات، هنعمل الصلصة بتاعتنا دي، طبعا مفيش اي بيت بيخلى منها. يعني هتعملي مكرونة هتلاقي صلصتها موجودة، هتعملي طبيخ هتلاقي الصلصة موجودة، هتعملي محشي هتبقى جاهزة وهتوفر عليكي وقت ومجهود حلو قوي. هنسمي الله وهنبتدي الطريقه مع بعضينا. انا عندي هنا هو كميه من الطماطم، ايا كان الكميه اللي انت هتعمليها. دول تقريبا 15 كيلو من الطماطم. تمام كده. هو بتنقي القطايه اللي هي الحمراء مش اللي هي الخضراء. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو الطماطم كانت حمراء وحلوه قوي. الطماطم بقى بتاعتي بغسلها كويس جدا وبقطعها 4/4 زي ما انتوا شايفين كده. هو دي الكمية اللي انا هعملها. حطيتهم في حلتين كده زي ما انتوا شايفين، وايد عليها على النار، واحط في كل حلة ربع كوباية مية. في الاول ههدي النار، بعد كده بقى ايه هعلي النار، يعني لغاية بس ما الطماطم بتاعتي تبدأ ان هي تدك المية بتاعتها. يعني انا بحطها الاول على نار هادية، تبدأ بقى مع ربع كوباية المية الطماطم تنزل ميتها وكده. هو ابدأ اعلي النار لغاية ما الطماطم بتاعتي تتصلص زي ما انتوا شايفين كده. هو اول مرحله في الطماطم اني انا بحطها على النار بعد ما بقطعها، سواء تقطعيها نصين 4/4 لغايه ما توصلي ان هي الطماطمايه تتهري كده اهوت. وهمسك الطماطم افرمها كويس في شفشق الخلاط واصفيها من البذر بتاعها كويس جدا. تمام كده اهوت. بس بستنى لما تهدى شويه. وكده بتكون الكميه بتاعتي بعد ما عملتها اهوت فرمتها وصفيتها. ببدا اضيف بقى على الكميه ديت معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الملح. السكر هنا هو بيبقى لحموضة الطماطم، والملح هنا هو بنستخدمه كمادة حافظة. يعني الملح هنا هو ما بنكترش، هما معلقتين كبار على كمية 15 كيلو بيستخدم كمادة حافظة للطماطم بتاعتي. ايه بقى اللي بيخلي يعني الطماطم لونها احمر قوي وبتبقى لونها حلو؟ بنحط ايه؟ البابريكا. هنا ضفت تقريبا حوالي 4 معالق كبار من البابريكا، اللي هو الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر بتجيب من عند العطار بابريكا، ويكون نوع البابريكا نوع كويس، لان في نوع كده هو بيبقى عامل زي بيبقى مطرب كده هو. لا، بتجيبي نوع يكون جودته كويسه. واروح حطاهم مقلبهم كده. بقى نحط في الفريزر؟ لا، لسه ناقص اهم خطوه. بعد ما احط السكر والملح والبابريكا هرفعها على البوتاجاز لغايه ما الطماطم بتاعتي كده هو تبدا ان هي تغلي كام غلوه كده هو، لغايه ما تبدا تتقل معايا. اول لما تغلي بقى وراكي اي حاجه في الشقه اقعدي اعمليها لغايه ما ايه، يعني هدي عليها كده هو تتعمل براحتها كده هو. مش ان انت تقعدي تعلي عليها وتتحرق من الارضيه بتاعتها. لا، هدي عليها كده هو تبقى النار المتوسطه، ومن فتره لفتره تقلبيها لغايه ما الطماطم بتاعتك تتصلص زي ما انتوا شايفين كده هو. لو خدت بالكم الحله كانت مليانه قوي، بصوا الكميه دي اتبخر بقى الميه اللي في الطماطم، ودي الصلصه بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله تقيله وحلوه ازاي. حابه ان انت تخليها فتره اطول وتتقل عن كده مفيش اي مشكله. بس انا ليه بقى ما بخليهاش مصلصه قوي كده هو زي العلب؟ عشان لو انا هعمل تخديعه محشي بحب ان انا اعمل البصل فريش كده هو، فبسيبها ان هي تاخد غلوتين مع البصل، ان هي يعني تتسبك شويه مع البصل. برضو في الطبيخ لما تحطي فص توم بصلايه بتسيبي الطماطم تتصلص شويه، مش ان هي ايه تبقى محطوطه زي الصلصه اللي هي المعلبه. يعني بحب ان الطماطمايه الصلصه قصدي بتاخد كده من البصلايه كده هو وتتصلص معاها شويه. بعد كده بقى الصلصه بتاعتي تبرد بقى كويس جدا، وابدا اكيسها في الكيس بتاعي على حسب وجبتك اللي هتعمليها. يعني الطبيخ مثلا بيعوز كميه قليله من الصلصه، فهاتي اللي هي الكيس الصغيره اللي هي بتاعت الفول والطعميه ديت، وحطي فيها كميه قليله للطبيخ. للمحشي بيعوز كميه كتيره، فهتجيبي الكيس اللي هي الحجم اللي هي نص كيلو او كيلو، وتحطي كل حاجه على حسب الاستخدام اللي تستخدميه. صدقيني بتوفري وقت ومجهود، ومش في شهر رمضان بس ان انت تصلصيها، لا انت تصلصي يعني تخلص تجيبي كمية وتصلصيها ديك، بتوفر عليكي وقت ومجهود، وبتبقى موجودة عندك في الفريزر. يعني ما بتحتليش هم ان انت عاوزة تعملي اي نوع طبيخ، شوية مكرونة، لا صلصتك موجودة. سواء بقى الطماطم غليت رخصت، الصلصة بتاعتك عندك في الفريزر. انا هنا هو بعد ما
كيستها كلها شويه الطماطم دول، او هعمل عليهم بقى بصلايه وهطبخ بيهم ايه طبخه. اهي دي كده بتكون الكميه كلها، بسم الله ما شاء الله. دي كده بتكون وصفتي النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين وبالف هنا وشفا على قلبكم.